الشقة اللي أنت بتشتريها النهارده بقسط ل10 سنين و9 سنين، ده تمنها الحقيقي هو يمثّل 30% بس من القيمة اللي أنت دافعها، يعني 70% رايحين للفوايد، ده مش كلامي أنا، ده كلام المهندس نجيب ساويرس النهارده. فإحنا لو جينا بصينا للكلام ده هنلاقي فعلًا إن هو أي مستثمر داخل السوق العقاري المصري لمّا هيروح مثلًا لو قرر إن هو يستثمر في شقة سكنية أو حاجة وخدها لي على 9 سنين قسط و10 سنين والحاجات دي كلها، هيلاقي نفسه بعد نهاية مدة القسط ده هو الراجل ده ما كسبش خالص. هتقول لي في فرق سعري أوقات بيحصل والحاجات دي كلها، هاقول لك تمام، هيلاقي نفسه الربح اللي هو كسبه هو يعتبر بس فرق التضخم. طيب معنى الكلام ده إيه؟ إن خلاص ما فيش استثمار عقاري في الوحدات السكنية والكلام ده كله؟ هاقول لك لأ، هو الاستثمار العقاري موجود عادي في الوحدات السكنية، بس لو أنت معاك فلوس كاش. لو أنت دخلت دفعت كاش هتكسب، هتجمد فلوس فترة، بس بعد كده لما هييجي في أي فروقات أو أي حاجة هتسمّع عندك أنت، أو تقسّط لي مثلًا على 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، الأسعار اللي هي الطبيعية. لكن أول دلوقتي عشان خاطر المطورين يبيعوا، فبيضطروا دلوقتي يحطوا عروض ب10 سنين و12 سنة، ويالّا كده الناس هتشتري. فبالنسبة لي الوقت الحالي اللي عايز يشتري شقة هو ما عندوش شقة، فيشوف نظام السداد بقى المناسب ليه، عادي اعتبر نفسك بقى في تمويل عقاري وروح أي شركة عادي، ما هي الشركات المطورة دلوقتي عاملين نفسهم بنوك. فأنت عادي ما عندكش شقة اعمل كده. راجل بيستثمر، هارجع أقولها لك تاني، قُلتها لك من 4، 5 سنين، الجنيه على البحر جنيه دهب، الاستثمار على البحر بيكسب دايمًا. مصر زمان طول حياتها مصدر الدخل القومي ليها هي السياحة. بعد 2011 طبعًا والثورة والحاجات دي كلّها الcurve بتاع السياحة وقع جدًا، بس دلوقتي الدولة كلّها مهتمية بالسياحة وعارفة إن إحنا فلوسنا الأساسية كانت بتيجي من السياحة، وده شايفينه في مشاريع الساحل الشمالي وبعد كمان اتفاقية راس الحكمة، وطبعًا شايفينه في البحر الأحمر. واتكلمنا عن البحر الأحمر ده من سنتين أو 3 مش فاكر، إن هو فعلًا هيكون واجهة مختلفة خالص. فإحنا الأيام الجاية كلّها حُط فلوسك قدّام البحر هتكسب،